أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا في الحر والفرهدة والصيف ودرجة الحرارة بتبقى عالية قوي، بتوصل ل43. حرفيا اليوم اللي بصور لكم فيه الفيديو ده كانت درجة الحرارة معدية ال43 أو 43، فبتبقى درجة الحرارة عالية جدا. في نفس الوقت احنا عايزين دايما ريحتنا تبقى حلوة ومنعشة، عشان لو قابلنا حد وسلمنا على حد نبقى مش مكسوفين من نفسنا، وفي نفس الوقت الناس دي تحب دايما تسلم علينا لما تشوفنا. ازاي تكون ريحتنا حلوة طول الوقت في الصيف وبدرجة الحرارة عالية؟ نزلنا طلعنا رحنا وجينا، طول الوقت تحسي ان ريحتك بتطلع ريحة حلوة، جسمك نفسه بيطلع ريحة حلوة. اهم حاجة بترجع من نظافة كمان الهدوم بتاعتك اللي انت لابساها. ما ينفعش في فترة الصيف والحر انزل مرتين ثلاثة بنفس الطقم وافضل طالعة نازلة بيه او رايحة جاية بيه يومين ثلاثة ورا بعض. صعب جدا، حتى لو بتاخدي شاور كل شوية بترطبي جسمك بتحطي برفيوم ايا كان، ريحتك هتبقى مش حلوة. جايبالكم منتجات هتكلم معاكم فيها. انا مش بتكلم عن منتجات معينة، بس بكلمكم عن المنتجات اللي بستخدمها عادي جدا، كلها منتجات مصرية تبعنا، مش مقاطعة، منتجات حلوة رخيصة وعلى قد الايد، في نفس الوقت تقدري تستخدمي اللي انت تحبيه. اول حاجة هنبتدي نظافتنا الشخصية من اول ما بنصحى من النوم كده، من قبل ما ننزل نقابل الناس نواجه العالم بشكل عام. آه ناخد بالنا من معانا وهي نظافة أسناننا وريحة بقنا، وإزاي نكون نفسنا ريحته منعشة أو بقنا ريحته حلوة كده ومنعشة. لو اتكلمنا مع حد سلمنا على حد، أول حاجة وأساسي جدا يكون عندنا فرشة أسنان لا غنى عنها. لأن في ناس كتير على فكرة ما بتغسلش أسنانها، يا جماعة انتبهوا من الموضوع ده كويس قوي. كمان بتحافظي على صحة أسنانك والفم عامة. الفرشة دي بالعلبة بتاعتها دي حلوة قوي، هتلاقوها في أي صيدلية في أي محل. كنت جايباها ب23 جنيه، عجبني الباكج بتاعتها إن هي في علبة كده مقفولة. مسافرة رايحة مشوار في أي مكان تقدري تاخديها معاكي، وكان سعرها 23 جنيه أو 25. فالفرشة دي حلوة قوي، مكتوب عليها ميديم يعني. ميديم يعني الشعر بتاعها ناعم مش خشن مش وحشة خالص، فيها مكان كده تقريبا للسان اهو. الركن السيليكون دي انا لسه اصلا مقفولة ما استخدمتهاش. اسمها فريش دكتور وحلوة قوي وتبعنا. فرشة أسنان يبقى لازم معجون أسنان. معجون أسنان ده أنا جبته بالصدفة البحتة كده من فترة، من منتجات إيفا. هو كان مكتوب عليه لمستخدمي السجائر الإلكترونية، بس هو معجون أسنان حلو قوي بالمنثول، ريحته منعشة وحلوة قوي، وطبعا تبعنا مش مقاطعة. في منه اللي هو مرسوم عليه صورة قهوة، هو طبعا سعره دلوقتي بقى غالي، وقت ما جبته كان عامل 32 جنيه ونص. حاليا ريحته بجد حلوة ومنعشة قوي، تحسي ان ريحة نفسك كده باردة ومنعشة. تمام. زيه زي المنتج المقاطعة اللي احنا كنا واخدين عليه كلوز اب والحاجات دي، حلوة قوي بجد، موجود في الصيدلية حاليا، سعره تقريبا 45 جنيه. ماشي. اي معجون اسنان بتحبيه بس طبعا ما يكونش مقاطعة. بعد كده لازم يكون عندنا مضمضة للفم والاسنان. المضمضة اللي هي بتبقى شبه ازازة الدواء كده بتتمضمضي بيها. بصوا حلوة قوي، وازازة صغيرة تقدري تاخديها معاكي في اي مكان، ومكتوب عليها للعناية بالفم بفيتامين سي. سعرها ما كانش غالي، كانت ب12 جنيه من الصيدلية. اسمها جام سي، يمنع رائحة الفم الكريهة، منعشة ومنظفة للفم، وتحافظ على صحة وسلامة اللثة، وما فيهاش كمان كحول. فمن الحاجات اللي لازم تكون عندنا ان احنا معجون فرشة اسنان وكمان مضمضة للفم مع بعض. بعد ما استخدمنا المضمضة ممكن نستخدم كمان خيط الاسنان، وده موجود، ده سعره 10 جنيه. خيط بسيط جدا مشيه كده ما بين اسنانك، ممكن تستخدميه بالليل او بالنهار، ودي مكان كده بتسلكي بيه اي حاجه في اسنانك كده مضايقاكي وكده عايزه تسلكيها كده. كمان ممكن نستخدم نمضغ قرنفل. دي الحاجات دي هتخلي ريحه نفسنا كده منعشه وبقنا ريحته حلوه. وكمان بقى للشاور بتاعنا، اول حاجه هنعملها نبتدي كده نغسل شعرنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، غسيل شعرنا على طول. ايا كان المنتجات اللي انت بتستخدميها، انا مش هتكلم عن روتين غسيل الشعر عامه، بس انا هكلمكم عن كام منتج المفروض يبقوا عندنا اساسيين جدا. هما الشامبو والكونديشنر، وانا بحب دول قوي بتوع ايفا، الو ايفا اللي هو بالصبار ده. ده جبته من على الويب سايت بتاع ايفا، وما كانش ده موجود البلسم.
دورت عليه كتير وجبته من الصيدلية، وكان عامل ساعتها وقتها 55 جنيه، وحجمه 230 مللي. وده كنت جايباه من على الويب سايت بتاع ايفا في حدود 45 جنيه، وبرده حجمه 230 مللي، حلوين قوي. الشامبو بينشف الشعر سيكا، يعني مش كتير قوي، حاجة بسيطة. بعد كده بنرطب طبعا بالبلسم. البلسم ده من الحاجات الحلوة قوي، ريحته كمان حلوة قوي، طبي، تحسوا ان انتوا بتستخدموا منتجات طبية عامة يعني. بعد كده وانتي بتستخدمي الاول الشامبو، تقدري تستخدمي معاه الفرشة دي من الحاجات الحلوة قوي للشعر، مش بتجرح، بتعمل مساج لفروة الراس حلوة قوي. تقدري كمان تعملي بيها مساج في الوقت العادي، بتحفز نمو الشعر وكده. في منها واحدة تانية اللي هي دي انا جبتها الاولانية، اول واحدة جبتها برضو حلوة قوي، وسيليكون وخفيفة على الشعر، تمشي كده بحركات دائرية مع الشامبو، مساج عادي للشعر، حلوة مش هتقولك لا خالص، مش بتبوظ الشعر، بتنزل بقى كل الدهون والزيوت والقشرة اللي في الشعر، بتخلي فروة راسك كده صحية ومنتعشة. كده احنا غسلنا شعرنا ورطبناه وخليناه زي الفل. بعد كده نيجي بقى للروتين بتاع بجد كل الحاجات اللي انا بتكلم معاكم فيها دي مش تاخد معاكي وقت ابدا، ومش لازم يكون عندك منتجات كتير. زي ما قلت لكم بنجيب منتجات اساسيه لشعرنا، شامبو وبلسم، تمام. الفرشه دي رخيصه جدا، هتلاقيها ب 30 40. بصوا احنا بنمشي بالترتيب، الخطوات مش صعبه، الخطوات مش كتيره، ممكن وانا بحكي عنها تكون باينه ان هي كتيره، بس لما انت بتعمليها بالشعر ما بتاخدش بجد منك وقت خالص، بس بتحسي ان انت عروسه كده نظيفه كده في نفسك، بتبرقي، ريحتك حلوه طول الوقت. طول ما انت شامه من نفسك ريحه حلوه، هتبقي واثقه في نفسك، وتبقي شايفه ان اللي قدامك هيشم منك الريحه الحلوه دي. نيجي بقى على روتين الجسم، وهنبتدي نعمل سكراب او صنفره للجسم بشكل عام، كل الجسم من اول رجليكي لحد رقبتك، تمام. هنيجي نستخدم اي سكراب بتحبيه، انا بستخدم السكراب بتاع ايفا ده، موجود في الصيدليات، كنت جايباه من فتره كنت جايبه السكراب بتاع ايفا ده من الصيدليه من فتره ب45 جنيه، ممكن يكون دلوقتي وصل لحدود 60 جنيه ان شاء الله، مش هيبقى اكتر من كده، بس حلو قوي، بيقعد معاكي فتره كبيره. بعد كده يوميا بقى، طبعا السكراب هنعمله مره واحده في الاسبوع او مرتين اقصى حاجه. يوميا بقى لازم نستخدم، واحنا بنغسل جسمنا نستخدم دبل كلينزنج، اللي هو بنجيب صابونه، اي صابونه تنفع للجسم. الصابونه دي اللي هي نابلس شاهين بزيت الغار او بزيت الزيتون، دي ب7 جنيه او 8 جنيه، هتلاقيها مش اقل يعني، مش هتعدي عن ال10 جنيه. هي او صابونه الغار موجوده في كل المحلات، ممكن تلاقوها كمان في محلات العطاره، بس تكون حاجه متاكدين ان هي اصليه ونضيفه. بعد الصابونه طبعا بناخد الصابونه، نرش صابونه على ايدينا كده بميه وندعك بيها جسمنا كله، وبعد كده نشطف جسمنا. وبعد كده نبتدي بقى طبعا من غير لفه ولا اي حاجه، وبعد كده نبتدي نستخدم اي شاور جل ريحته حلوه، مش اي شاور جل وخلاص، ويكون ما بينشفش الجسم، ودي من اهم الحاجات. طبعا هنرطب جسمنا، بس برضو شاور جل لازم يكون ما بينشفش الجسم، لان برضو الصابونه بتنشف الجسم شويه. الشاور جل ده من الحاجات اللي انا بحبها قوي، شاور جل مود ده اللي هو الريحه اللي هي خليجي، حلوه قوي منعشه، ده اللي انا بستخدمه الفتره دي، بيخلي الجسم مترطب وريحته كمان حلوه. استخدمه على اي ليفه سيليكون، الليفه اللي هي العاديه اللي بتبقى فيها رغاوي كده دي. برضو النوع ده حلو قوي، كنت مستخدماه قبل كده، اسمه سانتوريني حاجه كده، برضو مود، وحجمه 750 مللي، كنت بجيبه من الصيدليه في حدود 65 جنيه، بصراحه موجود في كل المحلات وبأرخص من كده، بس انا الصراحه الشاور جل ده بالذات بحب اجيبه من الصيدليه، بحس ان هو نضيف اكتر، او ضامنه ان هو حاجه كويسه واصليه. ممكن نستخدم الليفه المغربيه، طبعا عارفين الحمام المغربي، بس الليفه دي انا بستخدمها في اوقات كتير مع الشاور عادي جدا. بحس ان هي يعني مش خشنه قوي على الجسم، في نفس الوقت بتديني ملمس حلو لبشرتي، بس لو بشرتك حساسه بلاش، ابتعدي عن الخطوه دي، بس زي ما بقول لكم ان هي خفيفه، بتتلبس من هنا عادي، وبنستخدمها بحركات دائريه على الجسم. ما ننساش طبعا ازاله الشعر من الجسم، خصوصا في المناطق الحساسه، المناطق اللي بتطلع عرق، وطبعا كل جسمنا احنا بنات بقى لازم يبقى
بشرتنا حلوة وناعمة كده وبتلمع طول الوقت، خصوصا لو انتي متجوزة وانتي عروسة في بيتك ايا كان. لازم ضروري جدا نستخدم وسيلة لإزالة الشعر. انا بحب السويت جدا، بس اوقات بنبقى مستعجلين وعايزين كده حاجة سريعة عشان خارجين او رايحين مناسبة او رايحين في اي مكان، او حاسين بحر ومش عايزين يبقى فيه شعر في ايدينا في رجلينا في المناطق الحساسة في الاندر ارم كده. دي من الشفرات اللي انصحكم بيها، حلوة قوي بجد، اللي هي شفرات افوفا، موجودة في الصيدليات. كنت جايبة الباكج بتاعتها، الباكت عامة فيها 5 وحدات من الشفرات، وكانت عاملة 35 جنيه، حاليا ب50 جنيه. حلوة قوي، ما بتعورش، بتمشي مع اتجاه الشعر. مرة تحطي شاور او تحطي فوم ايا كان، بس ما تحطيش بلسم او حمام كريم او كده، لان كنا بنعمل كده زمان والحاجات دي طلعت مضرة جدا، لان دي منتجات مخصصة للشعر فقط. تمشي مرة مع النمو بتاع الشعر، مرة او 2 و3. طبعا دايما تحطيها في مية كده وتنطريها عشان بتجمع شعر، وبعد كده تمشي عكس اتجاه نمو الشعر، هتلاقي ملمس بشرتك ناعم وحلوة قوي. ودي من الحاجات اللي انا بعتمدها قوي في الصيف، عشان دايما بنبقى عايزين كده ان احنا ملمس بشرتنا يبقى ناعم وحلو، فاهميني طبعا. حتى لو انت بنت مراهقة تقدري تستخدميها، بس تاخدي بالك حلوة مبتعورش وبتسيب ملمس الجسم حلوة قوي. ممكن تعمليها كل 3 ايام، كل 4، كل اسبوع، لما تحسي الشعر طالع ومضايقك فتقدري ان انت تشيليه عادي. وكمان لازم يكون عندنا غسول مخصص للمناطق الحساسة، او منطقة البيكيني. ده عندي من زمان، انا عارفة ان هو تقريبا مقاطعة، بس بجد يا بنات هو عندي من زمان جدا. هو صنع في اليونان، انا مش عارفة مقاطعة ولا لا، فتقدروا تقولوا لي في الكومنتات هو مقاطعة ولا لا. بس هو غالبا مقاطعة، هو عندي من فترة طويلة. حجمه 150 مللي، طبعا ما بستخدموش كتير، هو قوامه فوم، بيطلع فوم اهو، ماشي. قوامه فوم وبيرخي وحلو جدا، في نفس الوقت ريحته منعشة. طبعا الغسولات دي موجودة في الصيدليات كتير جدا وأنواع، وتقدري تجيبي النوع اللي يناسبك. كان ساعتها سعره في حدود 80 أو 85 جنيه. تمام. وبعدين نبتدي بقى في الخطوة المنعشة الحلوة اللي هتدينا الروايح اللطيفة بقى الحلوة بتاعتنا، خطوة الترطيب. أيا كان بقى، عندك زيت، عندك اسمه ايه، نسيت، بودي لوشن، البودي لوشن او كريم للجسم. البودي لوشن ده انا كنت شارياه من تيلوفيل. تيلوفيل شركه مصريه حلوه قوي ومنتجاتها جميله بجد، وبستخدم كمان من عندهم الديودرنت. هنيجي للخطوات بتاعتهم. آه تقدري تستخدمي ده، تقدري ده، انا بحبه قوي، بس هو تحسوا ان هو عايز الشتاء لان قوامه تقيل. بس انا مخففاه بزيت، كان عندي زيت جونسون، حطيت عليه زيت جونسون وجليسرين، لان هو بيعمل تفتيح كمان للجسم، فحلو قوي الصراحه، وريحته مش قويه. ممكن حتى تحطيه وانتي لسه عامله بالشيفنج، فريحته يعني يعتبر مفهوش عطور قوي يعني. ده بقى زي ما بقول لكم حلوه قوي. طبعا مش هننسى الخطوه بتاعه الديودرنت، اللي هو لازم نستخدمه اساسي عندنا. مفيش حاجه اسمها انا اخدت شاور فانا كده ريحتي حلوه، لا طبعا، لازم يكون عندك اي مزيل عرق، رول اون، اي حاجه. ده اسمه تيلوفيل، منتج مصري برضو مش مقاطعة، ريحته حلوة، بيسيب المكان نضيف منتعش، ريحته حلوة في نفس الوقت مش بيغمق المنطقة أبدا، وحلو وآمن جدا. وكمان ممكن نستخدم المخمرية. ده برضو ينفع مزيل العرق، اللي هو العود الملكي ده، بتاع منتجات ماي واي ومتوفرة في كل مكان. سعره دلوقتي وصل لحدود 25-27 جنيه. ريحته حلوة قوي، بيحميكي من ريحة العرق، أهم حاجة النظافة بتاعة الأندر أرم. ولما نيجي كمان نغير المزيل بتاعنا لازم ننضف المنطقة كويس ونجففها وبعدين نستخدمه. أي مخمرية بقى بتحبيها، نحط بقى على مناطق النبض، ورا الودان، ورا الركبة هنا، الأماكن اللي هي فيها نبض دي، ممكن تاخدي منها حبة وتدعكي بيها جسمك كله، حلوة قوي بجد. بعد طبعا اللوشن والحاجات التانية. ولازم يكون عندك كريم للمناطق الحساسة، وده اسمه زنك أوليف، معروف جدا، حلو قوي، بتاع البيبي أصلا، منطقة الحفاض، غني بأكسيد الزنك أو الزنك أوكسايد. المادة دي حلوة قوي وملطفة للبشرة. سعره أنا كنت جايباه ب50 جنيه.
قوامه تقيل، يعني بياخد معاكي وقت، مش هيخلص بسرعة. حلوة قوي بجد، لازم يكون عند كل بنت. واخر حاجة بنستخدمها البادي سبلاش. بعد كده بقى بنرش كده، وده فيه اصلا آه اللي هو بيلمع ده، حلو قوي، اسمه كنوز الشام، بقاله فترة عندي، كنت جايباه ب80 أو ب85 جنيه، ريحته حلوة. تحطي بقى بعد ما تستحمي ريحة قمر رايحة وريحة قمر جاية، طول الوقت بتعرقي ريحة حلوة. تخيلي بقى انت عملتي الروتين ده، طول الوقت هتلاقي ريحتك حلوة. بس طبعا كل ما نعمل مجهود يا جماعة ناخد شاور، مش لازم نعمل كل الخطوات دي، ممكن نعملها مرة في اليوم بس. ولو هتتعرضي للعالم، مواجهة العالم بقى والجو ده، لازم تعملي الروتين ده، ما عدا السكراب زي ما قلت لكم، ده مرة أو مرتين في الأسبوع، خطوة مش أساسية معانا، بس هو المفروض نعمله كل فترة بس عشان نشيل الجلد الميت وبشرتنا تبقى بتتنفس والمنتجات كلها تدخل فيها. ماشي. أي سيرم ريحته حلوة خفيفة على الشعر يديني ترطيب وريحة حلوة. هدومنا طبعا لازم تكون مغسولة. نحط برفيوم بس على نظافة. خلاص عملنا كل الحاجات دي وطالعين، ممكن رشة برفيوم. دي برفيوم من ماي واي، حلوة قوي بجد، حاجات روايحها منعشة وحلوة. لما كانت واحدة تسلم عليا كانت بتسألني انت حاطة برفان ايه وكده، فانا اصلا بحب برفانات ماي واي، حلوة قوي، دي خفيفة قوي كده، وتنفع زي البودي سبلاش على فكرة، ممكن تحطوها على الجسم بس بعد الشاور والنظافة. واللي هي كريستال دي برضو حلوة، ريحتها تحفة قوي، تنفع برضو لأي خروجة، بتديكي ريحة حلوة. بس ما نكترش روايح بقى ونفضل نرش بقى وما استحملش واحط برفان فانا كده ريحتي حلوة، لا. لو ما عملتيش الخطوات دي فما تحطيش برفان وتنزلي كده، ريحتك بجد هتبقى بشعة جدا، صدقوني. طرحتك لازم تبقى نظيفة، البندانة نظيفة، شعرك طول الوقت متهوي ونظيف، هدومك تكون نظيفة، تلبسي تحتها حاجة قط تمتص العرق، تغيري يوميا ملابسك كلها من تحت لفوق، ما تلبسيش الطقم طول اليوم او يومين وثلاثة، ما ينفعش. دي من الاساسيات اللي لازم نعملها وريحتنا هتبقى حلوة طول الوقت. ممكن كمان نستخدم اي بودي لوشن كده خفيف زي جليسوليت ده، وده مش مقاطعة يا بنات، لان ناس كتير بتقول انه مقاطعة، وهو اصلا انتاج شركة بيراميدز ميد ان ايجيبت، يعني موجود مصنوع في مصر. واللي زيه برضو بحبه قوي وقوامه خفيف، جليسوليت ده برضو حلو قوي، ينفع للجسم. نرطب بقى ايدينا بلونة، ما ننساش ترطيب رجلنا، ن- نرطب ايدينا برضو بلونة، ده حلو قوي. هو الكبير ده فيه حاجات كتير لترطيب الايدين، مش هنرطب جسمنا وبشرتنا ونسيب ايدينا، لا، ورجلنا دايما. كرباميد ده اساسي يكون عندك. بنلبس صنادل حاجات مفتوحة، وكمان لازم يكون معاكي واقي الشمس، ايديكي باينة، رقبتك باينة، اي حاجة نحط عليها عشان نحمي كمان بشرتنا من اشعة الشمس، تفضل بيضة كده وحلوة ولونها الطبيعي. كرباميد ده موجود في كل الصيدليات ب30 جنيه، بجد حلوة قوي. بصوا اعملوا بس الروتين ده، جيبوا المنتجات اللي بقول لكم اساسية، آه زي ان يكون عندك ديودرنت مزيل عرق، مخملية، يكون عندك شاور جل، يكون عندك صابونة، يكون عندك حاجات بتستخدميها لشعرك، برفان خفيف جدا، بودي سبلاش. بس كده يا بنات، هو ده الروتين. لو كنت رغيت كتير استحملوني، بس حبيت اجمع بالفيديو ده كل المنتجات وكل الحاجات اللي احنا هنعملها عشان نواجه العالم بريحة حلوة وكمان مظهر جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، اوعوا تنسوا لايك شير اشتراك في القناة، ظبطوني بقى وان شاء الله مش هنغيب على بعض، وهنرجع بفيديوهات حلوة قوي. باي باي.